السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية بمؤسسة نوبل، أهلا ومرحبا بكم معنا في تركة جديدة من تركات على المشتقات. لو لسه مش متابع القناة اعمل معنا سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات والمحاضرات. النهاردة معانا تركة جديدة من تركات على المشتقات. التركة بتاعتنا النهاردة بتخص اسم الفاعل المعتل الآخر الثلاثي، وتنفع كمان مع غير الثلاثي. اسم الفاعل المعتل الآخر من الثلاثي بيكون على وزن فاعل، تمام، اخره حرف عله، فبيكون على وزن فاعل زي سعى، ساعي، دعا، داعي، قضى، قاضي. ولكن احيانا بتكتب ازاي؟ بتكتب ساع، داع، قاض، تحذف الياء ونعوض عنها بتنوين العوض. امتى؟ في حاله ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه الحاله اللي ممكن نحذف فيها الياء ونعوض عنها بتنوين العوض. ولو جاني في الامتحان في القطعه وحط لي خط تحتها وقال لي اعربيها، والكلمه دي اللي هتتعرب هتكون اسم فاعل ثلاثي معتل الاخر، اعربها ازاي؟ والحركات اللي هتعرب بيها تكون حركات ايه؟ ظاهره ولا مقدره؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض مثال. اعراب اسم الفاعل من الفعل المعتل الاخر الثلاثي. في حالتي الرفع والجر نحذف الياء ونعوض عنها بتنوين العوض. تنوين يسمى تنوين العوض عن الياء المحذوفه، ولكن بشرط تكون ايه؟ تكون نكره وغير مضافه. زي ايه؟ زي المؤمن داع للخير. طبعا داع دي اللي احنا لسه واخدين المثال بتاعها دعا. وطبعا في حاله الرفع والجر يعني موقعها الاعرابي، احنا اتفقنا ان المشتقات تعرب حسب موقعها في الجمله. هنا موقعها الاعرابي في حاله رفع. ليه تتعرب ايه؟ المؤمن مبتدا، داع خبر، خبر مرفوع، وعلامه رفعه ايه؟ علامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه حذفت. امال ايه التنوين بالكسر ده؟ لا، ده تنوين العوض عن الياء المحذوفه، ملوش علاقه بموقع الاعرابي. ايه اللخبطه دي يا مس؟ عشان كده احنا قلنا عليها تركه وعايزين نتكلم فيها، ان تنوين العوض عن الياء المحذوفه ملوش علاقه ان هي جايه في موقع رفع. الطلاب لما بيشوفوها في القطعه بيتلخبطوا، يقول لك ازاي هي جايه خبر مرفوع حذفنا الياء، وازاي مجروره وفيها تحتيها تنوين؟ لا، مفيش مشكلة. التنوين بنسميه تنوين العوض عن الياء المحذوفة، ولكن هنا المشتق يعرب حسب موقعه في الجملة. فهنا اسم الفاعل وقع خبر، فقلنا ايه؟ داع خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. ما تتلخبطش، خلي بالك منها. طيب يا مس، اذا كان المشتق عندي في موقع نصب، الاول هناخد برضو مثال على المجرور. مررت به، احنا خدنا مثال على المرفوع، ناخد مثال اذا كان في محل جر. مررت بداع للخير، داع هنا تتعرب ايه؟ اسم مجرور وعلامة الجر الكسره المقدره. الكسره المقدره يعني التنوين ده مش هو الكسره المقدره المفروض يتجر بيها الاسم، لا، التنوين ده قلنا اسمه تنوين العوض عن الياء المحذوف بتاع المشتق، ولكن هو هنا مجرور، اسم مجرور وعلامه جره الكسره المقدره. خلي بالك، تمام؟ طيب